رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شاهد طفل رضيع يصلي، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. سبحان الله، ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اسمع بتأن وتأمل. أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة وهو في المهد صبية. لكم أن تتخيلوا وليدا في مهده يقول وأوصاني بالصلاة. لما نهى شعيب عليه السلام قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ أرأيت بما يعرف المصلحون وماذا يعظمون؟ إنها الصلاة. يترك إبراهيم عليه السلام أهله في صحراء قاحلة ثم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يأتي موسى عليه السلام لموعد لا تتخيل العقول عظمته فتلقى أعظم أمرين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما أجل هذا الوحي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أين جاءت بشرى الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتية؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي. يشغل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في يوم الأحزاب فيدعو عليهم دعاء مرعبا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة. إنها الصلاة. كانت آخر ما وصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. الصلاة الصلاة. ليتنا نهتم بتعليمها لذرياتنا كما نهتم بصحتهم وتعليمهم إن لم يكن أكثر من ذلك طالما نحن نحبهم ونخاف عليهم من الهواء الطائر. اللهم ارزقنا حبك ورضاك والأنس بك واجعل القرآن ربيع قلوبنا والصلاة قرة أعيننا واغفر لوالدينا. السلام عليكم.
أمر طبيعي أن تجد مؤذنا في كل مسجد، لكن الغير طبيعي أن تجد مؤذنا بهذا العمر. شدد الفيديو الأكثر من رائع لطفل يقيم الصلاة للمسلمين، فلنشاهد هذا الفيديو. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعض الناس أبنائه والعياذ بالله لا يصلون أو يصلون أحيانا يتركون أحيانا، أو أنهم يصلون متأخرين عن الوقت. إن ابنتي هذه الآن بالثانوي أصبحت هي التي توقظنا للصلاة. تقول فقلت لها كيف أبنائك يصلون من أنفسهم بدون خصام ولا تذكير؟ يوجد دعاء خاص من أفضل الأدعية التي يمكن أن تقولها لحل هذه المشكلة. أين هذا الدعاء؟ موجودة في القرآن. إذا قلت رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا دعاء قاله أبو الأنبياء عليه السلام. هذه أدعية أنبياء ومرسلين وعباد الرحمن الذين هم أهل الجنة. فإذا كان الله لن يستجيب دعاء هؤلاء فلمن سيستجيب؟ وإذا كان الله استجاب دعاءهم فلماذا لا يستجيب نفس الدعاء إذا قلته أنت؟ وهو الذي دعاك للاقتداء بهم، فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب